السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالتي اللتاتة محمد فاروق ورضا عبد العال عاملين فيها كريستوفر كولومبوس وفريدريك هيتشكوك، وعايزين يعرفوا ايه بالظبط اللي بيحصل ما بين سيد عبد الحفيظ والكابتن محمود الخطيب. وكالعادة ما بيقدموش أي معلومة جديدة ومش هيعرفوا يقدموا أي معلومة جديدة، لأن هم مش عارفين يعني ايه إدارة. وزي ما بيقول رضا عبد العال في خلافات، نفترض مثلا إن في خلافات. الخلافات دي أمر طبيعي وصحي بين أي مجتمع يا رضا. المهم كيفية إدارة الخلافات دي، ده اللي بيفرق بين نادي ونادي وبين شخص وشخص. خلافات اوكي مفيش مشكله، الخلافات دي موجوده في كل حته، بين الاخوات، بين الاب وابنه. ما بالك مجال العمل عام ومفتوح، فلازم يكون في خلافات يا عم رضا. فده شيء لا يعيب الاهلي ولا يهد في كيان الاهلي، يا اللي مفكر نفسك اذكى اخواتك. الخلافات ده امر طبيعي وصحي، لكن بندير خلافاتنا ازاي؟ ده انتوا مش عارفين تجيبوا معلومه واحده من الخلافات دي يا حبيبنا، صح ولا ايه؟ قول لنا رايك في التعليقات. إن كنت أهلاوي أصيل ادينا لايك واشتراك، واحمد ربك إنك أهلاوي. منظومة محترمة، إدارة محترمة، جماهير محترمة جدا جدا. كالعادة احنا اولا انت شكرت الناس كلها واحنا بنشكرك يا كابتن سيد على كل ما قدمته. 12 سنة مستمر في العطاء، نجاحات. كل على فكرة طريقة الكلام بتعكس شخصيتك. شخصية موزونة متزنة، عارف كل كلمة رايحة فين. وهو يستحق، لأن عسير العمر. ايوه، احنا مش بنتكلم على سنة ومش عارف ايه، لا ده راجل قعد مدة طويلة جدا في مكان يحقق النجاحات، وحتى يتحمل مسؤولية بعض الإخفاقات، والحمد لله مش كتيرة، لكن كان يتحداها من واقع مسؤوليته في الفرقة. النموذج سيظل علامة في مكانه. مبسوط ان هو كان في هذه اللحظة يشعر بالرضا، يشعر برضه لا يضيع شيء هباء. استاذ ابراهيم، اخلص اخلص اخلص، حقك هيجي لك. الناس شايفاك، واولهم النادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي. ولو تذكر كلمه الكابتن محمود الخطيب حتى في حفل الاحتفال بالبطولات اشاد بالكابتن، لان هي دي طبيعه العلاقه. ما هيش مبنيه على صراعات ولا خلافات، ولكن رؤى ومراحل. كابتن سيد يعني يستحق، وزي ما شكرت الناس كلها احنا كمان بنشكرك. ده كلام مهم جدا، لانه الحقيقه سيد عبد الحفيظ واحد من خريجي هذه المدرسه الاداريه المتميزه. يمكن هو لما اتكلم على السمات المميزه لمدرسه الاهلي الاداريه. واحنا لما بنتكلم في جزئيه الاداره يا جماعه، انت شوف مدرسه بهذا الانضباط في العمل الاداري ازاي تقدر تخرج كوادر متتاليه. والحقيقه كابتن صالح كان حريص جدا على الجزئيه ديت، والكابتن حسن كان حريص جدا على الجزئيه ديت، والكابتن الخطيب حريص جدا عليها، انك باستمرار يا باشمهندس تقدم كوادر جديده تطمنك على المستقبل اللي جاي. بس عايز اقول للناس حاجه. اصعب حاجه في الدنيا يا جماعه، يعني انت احيانا تقول هو ليه ما بتجيبوش مش عارف ايه. انك تلاقي الشيء اللي انت بتدور عليه، وتلاقيه تقول ايوه هو ده. في مقدمتهم الكوادر، بحيث ان انت تؤهله، لان الكادر ده هو مسؤول عن تنفيذ سياسات، واحيانا بفكره المتطور قد يكون رائدا، وقد يكون مبتكرا انه يضيف سياسات تفيد مكانه. انك تعثر على مثل هؤلاء، ده شأنهم شأن اللعيب اللي انت عايز تجيبه وعارف انه هيوفق. ودي اصعب عمليه، انك تجيب اللعيب اللي انت بيتقال ايه عايزين كذا عايزين كذا، بس هو لما هيجي هيعمل ايه؟ في دنيا البشر لا يمكن التنبؤ بالنجاح والفشل الا من سمات معينه.
الكوادر الرياضيه يا جماعه تجهيزها والعثور عليها من اشق العمليات ومن اخطر المسؤوليات اللي بيحرص عليها النادي الاهلي. وده اللي بيخليك تحقق او تعزز مفهوم اجيال بتسلم بعض. يوم ما بتلاقي كادر بتبقى سعيد جدا، واحد تقول ايوه هو ده، يكمل بقى. لان دلوقتي انت كمان في عصر متشابك المصالح، ما انت ممكن تلاقي واحد ذكي مثقف عنده النو هاو، لكن عنده طموح الشخصي، يقول لك انا ايه اللي جايبني في النادي الاهلي ويحبسني في اطار الانتماء ده، وانا اقدر انطلق واعمل حاجات تانية اوسع. واحيانا بتكون موجود في حتت فيها تطوع. ازاي وفي عصر المسؤوليات الهائله الماديه انك تلاقي ناس تتطوع في بعض المراكز المهمه، وانك انت تحدد قوي 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 دور كل واحد. يعني ما تيجي تقول لي ايه، انا مش عايز مدير كوره يبقى له علاقه بالاعلام. انا مش عايز اعلام. يعني ايه؟ يعني ما تبقاش مهنته يطلع يحلل ويطلع، فاهم ازاي؟ وليها وجهه نظر، فدي بتحرمك حتى من ايه؟ من كوادر اعلاميه مهمه. اذا كان عندك هذه الملكه بتحب تستفيد منها. وانا ارى ان يعني كانت جزء كبير جدا من سمات الكابتن سيد انه احيانا وهو لا يعمل بالاعلام، كان الجمله بتاعته بتلف وبتدور، بتبقى مقاله او بتبقى شيء الناس بتتفق. الصوره اللي الناس كلها اتكلمت عنها، الكابتن سيد اول ما دخل الحفل راح مباشره مع الكابتن الخطيب والاستاذ العمري فاروق الترابيزه بتاعت مسؤول النادي. كان في دفء في الترحيب. ولاد النادي كلهم والكابتن الخطيب يعني في النهايه محتضن يعني كل ولاد النادي، وهم كلهم يعني. شوف النادي الاهلي لما بيقول الاهلي فوق الجميع يا استاذ ابراهيم، مش كلام، فوق جميع مشاعرنا واحاسيسنا ومصالحنا ووجهه نظرنا واختلافنا، لان ايه فكره الصح والغلط ما بقتش محدده زي زمان. طب بقول لك ايه صحيح، انا فاكر كويس في انتخابات 92 نوفمبر 92 العدد كان كبير مع الكابتن صالح، وداخلين انتخابات صعبه جدا، وتقريبا الكابتن ما قفلش القايمه، وانت ساعتها نحت شعار عايش لغايه دلوقتي، الاهلي فوق الجميع. انا متذكر ان ده كان ولاده هذا الشعار من عندك في الحمله بتاعه الكابتن صالح. هو كان له مناسبه. هو الكابتن صالح قال ازاي انتوا تبقوا 17 واحد معايا واحنا عايزين 10 هتسقطوا بعض، فلازم 7 يتنازلوا. فحكماء الاهلي اقترحوا نقدم 17 اعتذار ونديهم للكابتن صالح مع لجنه الحكماء يختاروا منهم القايمه، يقطعوا 10 ويقدموا ال7 زياده. هم اللي هيختاروا. فوافقنا كلنا. واحد قال يا جماعه انا هلتزم معاكم باي حاجه، بس انا عندي فرصتي ليه تحرموني منها؟ كابتن صالح ساعتها اتضايق، قال خلاص تنزلوا كلكم. اذا واحد نزل كلكم تنزلوا. يعني اذا واحد لم يقبل خلاص ما نحرجش حد. فقلت له يا كابتن ما تقلقش، مش هنسقط بعض، هننجح بعض. قال لي ازاي؟ قلت له كابتن صالح هننزل تحت شعار الاهلي فوق الجميع، جميعنا احنا كلنا هنروح للناس نقول لهم ادي احنا 17 اختاروا 10 مننا لمصلحه الاهلي، لمصلحه النادي الاهلي اللي هي فوق الجميع، واللي هنحس ان هو ماشي هو اللي هنتك عليه يوم الانتخابات. وقد كان، وده اللي حصل. لدرجه ان احنا طبعنا هذا الشعار على المطبوعات بتاعتنا. انا عندي حتى لسه مطبوعاتي الشخصيه، وانا فاكر كان ورا قايمه على اللوحه ورا كابتن صالح في الندوات. فهم بعد كده خدوا الكلمه لانها كانت يعني كلمه يعني معبره وليها تاثير. ان احنا ازاي يعني مصالحنا الضيقه ما وصلتناش الى حد التنافس المضر، ودي توصلنا الى حاله من التناغم والتعاون اللي فيه نوع من التضحيه. انا على فكره انا ما نجحتش في الانتخابات دي. جيت مدير نادي. يعني طلعت ال11. واخد بالك؟ ف ما كانش المهم ان ايه، ان كابتن يبقى معاه من ال17 دول ال10 اللي هو عايزه.